ما تنسوا اي طريقة للعدس وتعالوا بينا نشوحه مع الخضار. مفيش اسهل ولا ابسط من كده، والنتيجة ولا اروع حاجة كده. من الاخر هنشوح العدس مع الخضار وهنعمل حلة عدس في الجو التحفة ده. انما ايه، تجنن حاجة اخر لذاذة. انا اسمي مروة، لو اول مرة تشوفيني وتتابعيني ما تنسيش تشتركي في الصفحة والقناة. هاتوا بينا حلة بقى على النار وننزل بقى بمعلقة محترمة من السمنة البلدي، وكمان شوية من الخضار، بطاطساية، بصلاية، طماطمايه، خيارايه، وتلات فصوص من التوم. وهنشوح الكلام الجامد ده كله في السمنة لحد كده تمام وزي الفل. رشة بقى من الفلفل الاسود وزيهم كمان من الكمون. ودي التوابل بتاعتنا، انا ما بحطش ملح دلوقتي. تمام كده. السر بتاعي انا بقى الحصري، هتلاقوا معلقتين من النشا بنشوحهم مع الخضار، ودي حاجة بقى تجنن. عملتها معاكم قبل كده في فيديو والناس استغربت، بس فعلا تجنن. كوباية من العدس المغسول والمتصفي كويس، ونستمر في التشويح. الخطوة دي مهمة جدا. الدقيق على فكرة بيعقد الحلة بتاعتنا وبيخليها قوامها فعلا يجنن. هتستغني خالص عن الكريمة في المرحلة دي. لو عندك مرقة متوفرة هتنزلي بيها، ما عندكيش يبقى مية ومكعبين من مرقة الدجاج. هنسيبها تاخد وتدي مع نفسها ربع ساعة. بعد ما تهدى تماما نتأكد انها استوت من البطاطساية، هي اجمد حاجة عندنا في الوصفة. هنمسكها لو لقيناها اتهرت معانا يبقى كده تمام وزي الفل. هنبدأ ان احنا نهرس بقى بالهاند بلندر او بالخلاط المتوفر عندك. حلوة قوي، يجنن، خطير. عملنا حلة تجنن في عز الشتاء اللي احنا فيه ده. هنعمل بيها بقى اكلتين احلى من بعض. حلة بقى على النار ومعلقة كمان محترمة من السمنة البلدي، وهنزل بكوباية من الشعرية. عايزة احمرها كده واخليها دهبي فاتح. لو لسه معايا لحد دلوقتي في الفيديو ما تنسيش لايك للفيديو وشير وكومنت ولو بحرف واحد عشان ان شاء الله يوصلك اشعارات بوصفاتي دايما. اول ما الشعرية تتحمر معانا نص كوباية من المية المغلية، يدوب بس تتشربها كده الحركة دي عشان بس الشعرية ما تعضعضش معانا ونتأكد انها استوت تمام. هننزل بعد كده بقى بالشوربة الخطيرة الجميلة اللي شوفوا شكلها اصلا وقوامها عامل ازاي، يجنن. تمام كده. هنقلب بقى الشعرية في الشوربة بتاعة العدس بتاعتنا كويس، ونسيبها بقى تاخد وتدي مع نفسها غلوتين وهنطفي عليها. خطيرة يا جماعة، بجد بجد حلوة قوي. قولولي من اي بلد انتوا بتتابعوني، منتظرة اعرف رأيكم كمان في وصفاتنا. تمام كده. انا بحب جدا بقى مع شوربة العدس شوية عيش مقرمش، معلقة برضو من السمنة البلدي تكون كبيرة كده شوية، وشوية من العيش ببتدي اقطعه مثلثات واحمصه بالشكل ده. بيكون بقى طعمه يجنن بجد. الاكلة دي انا بحبها جدا معاه، خطير. هو اصلا بيتاكل لوحده كده. شوية بقى من الشوربة اللي تجنن دي بحط انا تركاية عليها كده وقت الاكل وهي سخنة مولعة نار. بحط حتة كده سمنة بلدي من على الوش. يا سيدي يا سيدي، والله مفيش مزاج احسن من كده. بجد حلوة قوي تجنن. انا بعشق الشتا عشان الطبق ده اصلا. بقلبه كويس جدا وببتدي بقى اشربها. ألذ شوربة ممكن حرفيا تشربوها، تجنن. حلو قوي. البطاطس مع معلقتين الدقيق اللي احنا حطيناهم بتديها قوام يجنن، حلو فعلا. ودي حلة بتاعت الشعرية. يا سيدي يا سيدي على الطعام. بصوا يعني الاكلة دي يا جماعة سيبوني بقى، سيبوني عليها. هو ده الحل الوحيد للشتا اللي احنا فيه. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، ومنتظرة انشاء رأيكم في كل وصفاتنا. باي باي.